خواتي، صباح الخير عليكم، صباحنا وصباحكم مبروك يا ربي امين. وان شاء الله دائما الفيديوهات ديالي شوفوا يا اختي ان شاء الله دائما الفيديوهات ديالي يلقاكم في صحه جيده والسرور والفرح وطول العمر. خليكم معايا اجي نشارك معكم النهار تاعي ونديكم معايا الخدمه. يلا اجوا البنات ديالي. اول حاجه جيت هنا نديرها هي غنشارك معكم بعدا كاين هذا الفطور. دائما انا عودتكم يا اختي بصباح الخير، صباح النور، صباح الورد والياسمين، صبح عمي الحاج. المهم حبوبات تاعي كنجيكم دائما بالطاقه الايجابيه، كنجيكم دائما بالعافيه تاعي، وكنتمنى دائما نكون خفيفه على قلوبكم. ولي اول مره كتشاهد قناه نعمان ام لينا كنقول لك مرحبا بك اختي والف مرحبا في القناه ديالي، كتضمي مع الاسره ديالي الصغيره وكنتمنى اسره تكون كبيره. ما تنسيش واحد لايك وما تنسيش تفاعل الجرس، هذا فضلا من عندك ماشي امرا، وكنتمنى نوصل لقلبك. المهم حبوبات تاعي هنا كما كتشوفوا كما اي ام كنوض مع الصباح اول حاجه كنديرها كندير الفطور ديالي، كنفطر وليداتي وغنجمع يا اختي الدار، غنضربها بواحد الروتين خفيف وغنديكم معايا ان شاء الله حتى الخدمه وغنشارك معكم النهار ديالي كيفاش داز. المهم البنات الفيديو دائما كنبغي نبسطو، دائما كنبغي نديرو شويه قصير باش ما يجيكمش طويل وباش تكملوا لي الفيديوهات ديالي وما تملوش ليا من الفيديوهات ديالي. دائما نعمان ام لينا روتين خفيف وظريف وبلا زبق بلا نفاق، كنحاول نبارطاجي معكم الحياه ديالي الطبيعيه وهكذا كما كتشوفوا كما ام هي وليداتها. المهم هنا راه كنصايبه انا اختي راه ما عنديش مع الكيري، ولادي عزيز عليهم فرماج كيري، انا قلت لهم غندير لكم نتوما كيري، انا بيتي فرماج عاديه. بنتي هنا كتقول لي ماما الكاميرا ما كتبانش، قلت لها الكاميرا الا هزيتها بنتي طلعتها للفوق غادي يبان غير راسي وما غاديش تبان سميتو الطبله. صافي حبوبات ديالي، المهم كنتمنى تبارطاجوا لي الفيديوهات ديالي، كنتمنى ما تخلوش الفيديوهات عندكم، ولاول مره كتدخل كنقول لكم بارطاجوا لي الفيديوهات ديالي، والناس اللي كاينين عندي في القناه كنقول لكم شكرا على المتابعه ديالكم ليا، شكرا على حسن الظن ديالكم فيا، وشكرا على الكومونتيرات الزوينات اللي كتكتبوا ليا. كنقرا الكومونتيرات ديالكم وكنرحب بالناس الجداد اللي كيدخلوا عندي، وكنقول تحياتي لكاع الناس اللي كيدخلوا عندي القناه من جميع الانحاء. كنقول لكم عليكم كاملين، كنشكركم بزاف. المهم حبوبات تاعي هنا فطرت، ايوا اجي نشارك معكم الروتين. البنات انا هنا غسلت الموينات، ما شاركتش معكم الموينات فاش غسلتهم، ولكن غنشارك معكم واحد الشفيفه، غادي نضرب للدار الشفيفه. هنا البنات كما كتشوفوا راه الصباح بكري وكنحاول كنسربي. المهم كما العاده هذا هو حالي دائما، انا كنسربي. علاش البنات انا كنخدم مع 10 تاع الصباح حتى ل 6 العشيه. انا اللي خديت هذا التوقيت حيت البلاصه اللي انا خدمت فيها محسوبه على وطيل وفيها التوقيت مناسب الصراحه، فيها من 6 العشيه حتى ل 1 تاع الليل، ومن 10 تاع الصباح ماشي 10 تاع الصباح كنخرج من هنايا 10 تاع الصباح البنات خصني انا نخرج من الدار مع 9 وربع، وخصني نوصل مع المواصلات خصوصا مع الصباح تتكون الدنيا عندنا عامره. غنشارك معكم حتى الطريق وحنا غاديين كتكون الدنيا عندنا عامره، كل واحد غادي لخدمته كل واحد. المهم اصلا الصباحيه ديما كيكون فيها الدنيا عامره. البنات هذا الفيديو هذا راه درتو انايا نهار السبت، ولكن اليوم الحد اللي علوح لكم علاش ما تتبقاش ليا الوقت. اول حاجه كنمشي مع 10 تاع الصباح، خصني تلقاني في القلب ديال المحل، يعني انا خدامه قلت لكم راني محسوبه على اللوطيل وشاده فيه لاصال اللي فيها الصالون بلاصه ليستيك وبلاصه سميتو صالون يعني كومبلي. وصافي حبوبات ديالي مكلفه انا واحد البنت خصها ضروري تدخل مع 6 العشيه، وانا يا 6 كنحبس 6 وربع كنحبس الماكسيموم 7 العشيه كتلقاني في الدار. 7 العشيه فاش كنجي كنبغي باش ندير لكم شي روتين مع ديك 7 تاع العشيه، ولكن راه ماشي اون فوا غادي ندخل غادي نتلاح ندير روتين. كتدخلي كتبدلي حوايجك نغسل وجهي نشوف وليداتي عاوتاني حتى هما كيجيو مع 7. اختاريت هذا التوقيت الله اختاريته، واخيرا لقيت بعدا كاين على الاقل شي توقيت اللي غيقدر يناسبني على حسب الوليدات. اما انا الا جات عليا نخدم النهار كامل ما عنديش اشكال، علاش لحقاش انا محتاجه بزاف وبلا فرحه عليا نخدم من الصباح حتى الليل، لحقاش انا محتاجه ماشي ما محتاجاش، ولكن سي دوماج كنحاول شويه هكا وشويه هكا.
المهم حبوبات ديالي هذا هو الروتين ديالي. ودابا غنشارك معكم واحد الفيفه، وصراحه غنديكم معايا اليوم. غادي صراحه نشارك معكم الطريقه نبقى غاديه انا وياكم حتى نوصل للخدمه. والبنات انا في راسك هذا الفيديو هذا راه كما قلت لكم انا درتو نهار السبت، وغادي تشوفوه نتوما ان شاء الله نهار الحد. علاش؟ لحقاش فاش سجلته ما درتليش المونتاج، بقيت معطله في الخدمه، ما دخلت حتى ل7:30 اللي دخلت صافي. دخلت راه ما نعاودش لكم ان فوا كندخل راه كيدخلوا الدراري طيبي كاسكروط، طيبي الغدا، جمعيه هنايا، حيد انت بلاتي نبدل لي كوش، بلاتي هادي حط انت محفظتك، دير هذا بقات تلقاي راسك وصلت 10 تاع الليل. ما بقاتش هي الوقت باش ندير ليه المونتاج، ما درت ليه المونتاج. هنا كنقول لكم هالو، ما درت ليه المونتاج حتى نهار الحد اللي درت ليه المونتاج، وباقي مونطيتو فاش كنت جالسه في الخدمه، الوقت اللي ما كانش عندي فيه سميتو الخدمه واحد ساعتين اللي ما انا كانت صراحه الخدمه مازال ما محركه ما بين وقت الغدا صافي. وبقيت كنمونطي فيه وحبستو وعاود عاوتاني كملته. المهم حتى جيت للدار اللي ديك الساعات كملت المونتاج، كملت لكم التسجيل. فراسكم واش انا كنت معوله على واحد الحاجه، كنت معوله باش ندير لكم روتين بحال هكا مع الصباح ونديكم معايا الخدمه، وكم معوله ندير لكم الروتين في الخدمه. كنت بغيت نقاد شي حاجه في الخدمه بحال هكا، وواحد ستوك ديال هكا ديال الصبايغ وداكشي، بغيت نبقى نستاف ونقاد داكشي وندير معكم الروتين تما. وفي اخر المطاف كنت معوله بين نحط التليفون ندير لكم فيديو، وندير لكم يا اختي واحد الفيديو صوتون نهضر معكم هكا، نحاور معكم شويه، نعاود لكم بزاف تاع الحوايج، نقربكم من راسي كتر وكتر. ولكن سي دوماج الوقت اللي انا كنت غادي نبدا الفيديو شديت لكم، ماشي ما شديت لكم بزاف تاع الحوايج، غير كان الوقت اللي غادي نبدا دخلت كليانه صافي، وغنشارك معكم حتى الكليانه صيفت لها مانيكون في ديكون، وصيفت لها سميتو الصباغه لشعرها صافي. المهم هادشي اللي كاين البنات وصافي. المهم كما كتشوفوا هذا هو الروتين ديالي، وخليكم باقي الروتين راه طويل ما تزابوش، بقاو معايا. المهم ما غاديش نقول لكم انا موسيقى خفيفه وظريفه، ما بقيتش غندير لكم موسيقى خفيفه وظريفه غنبقى نجمع معكم ونحاول نقربكم من راسي وكثر. الناس اللي كيسولوني، واحد البنت كتبت لي في الكومونتير واش ممكن تعاودي لنا على راسك وتقربينا من راسك اكثر وكثر، وحده قالت لي واش ممكن دير لنا جوله في دارك. جوله في داري صغيره، اش من جوله غادي ندير فيها؟ وانا كنبارطاجي معكم الروتين في بيت النعاس، كنبارطاجي معكم في الصالون البسيط اللي انا كاين عندي، كوزينتي شتوها ما عرفتش جوله، ولكن حبيبتي على راسي وعينيا غنحاول ندير لكم واحد الفيديو يكون فيه غير جوله. ولكن ما عرفتش انا ديجا الدار ديالي راه الناس اللي كاينين عندي في القناه يكونوا حفظوها. وبالنسبه للبنت اللي قالت لي يا اختي عافاك قربينا من راسك اكثر وكثر، حياتي بسيطه صراحه بزاف تنحمد ربي وكنشكروا على كل حال. عندي 3 الوليدات، عندي منتصر وعندي لينا وعندي الياس وصافي. الضميل ديالي اصلا راه كنبارطاجيه معكم في القناه. الحياه ديالي صراحه قبل من كورونا ما كانتش هكايا، كانت في شكل ودابا رجعت في شكل. كان عندي محل ديالي، كان عندي 2 محلات سي دوماج. المحل الاول طلقته بشويه، والمحل الثاني بقيت فيه مع جا داكشي تاع كورونا صافي تأزمت بزاف، تجمع ليا الكرا تاع المحل، تجمع ليا بزاف تاع المصاريف، وكانوا عندي كريديات وكنا في واحد الدار اخرى كنا راهنين هذيك الساعات ب10 المليون باش كنا راهنينها، فيها الفوق والتحت زوينه صراحه، وكنا مفرشينها واعره صراحه. ولكن سي دوماج جات الظروف واضطريت باش نتلقى الرهين وفلوس الرهين باش نسدد بعض الديون البنات اللي انا باقي كاينه في الديون ديال كورونا، خصوصا المحل اللي انا كنت فيه باقي كيتسني من المحل 4 المليون، ودايره مع واحد الالتزام اللي غادي نرجع عليه الكريدي ديالو. والمطريان ديالي بعتو، المطريال الكبير بعتو، المطريال الصغير باقي كاين عندي صافي حبوبات ديالي. المهم تما فاش اضطريت باش ندير القناه في اليوتيوب، امتى غنفكر ندير القناه في اليوتيوب؟ خصوصا في هذيك الوقت اللي انا كنت فيها في داك الظروف، وسط من دوك الظروف اللي احنا كنا فيها كنعيشوها. يعني الظروف ما كانتش غير عليا انا، الظروف كانت حتى على راجي في الخدمه، توقف من الخدمه. كان خدام في واحد المغازات، توقفوا من الخدمه نهائيا، ما بقاوش خدامين. المهم صراحه طحنا في واحد الازمه صعيبه
بزاف 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 غيرت من الظروف ديالنا بزاف تاع الحوايج، ولكن الحمد لله كنحمد ربي وكنشكره. احسن حاجه عطاها لي الله في حياتي هي الانسان ملي كيعطيك الله صحتك وتعطيك وليداتك والقناعه، ثم القناعه البنات. انا صراحه ما تألمتش بزاف بزاف بزاف، حيت كنت راضيه بالقرار تاع الله سبحانه وتعالى والقدر ديالو. يعني هذاك الشيء كتبوا عليا الله، لو كان ما كانش بغى الله سبحانه وتعالى يكتبوا عليا راه ما يمكنش غادي نعيشوا. ولكن خدنا تجربه، خدنا بزاف تاع الحياه. صراحه واخا المهم بزاف تاع الحوايج تغيروا بزاف بزاف، كنحاول نقول لكم غير شويه. ولكن الناس اللي كيعرفوني وكاينين الناس بعض الناس اللي داخلين عندي القناه ديالي وكيعرفوني مزيان 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 مزيان، وكيعرفوني في الاول كيفاش كنا ودابا كيفاش رجعنا. ولكن الصراحه حتى كيفاش كنا راه درنا، كنا بدينا من الازيرو، كنا حنا ولاد الشعب الحمد لله. كبرت انا في بلاصه حي شعبي عادي بحال الناس، معناش ما خصناش الحمد لله، ودرنا راسنا ووقفنا على رجلينا راسنا وعاودنا هبطنا راسنا، وغادي نصدر ربي سبحانه وتعالى كنتمنى عاد يوقفنا. والحياه هي هذه، وما يمكنش تكون فيها اي واحد كما بيكون نوع تاعو في هذه الدنيا، بحال اللي عنده بحال اللي ما عندوش، راه الطوح ما لقاها كما بغاها. وهذه هي الحياه. كنتمنى دائما نكون خفيفه على قلوبكم. وهذا الشيء اللي كاين حبوبات ديالي. وبالنسبه للبنت اللي قالت لي عاودي لي شويه على راسك قربينا من راسك، هذه هي الحياه ديالي، حياتي طبيعيه. حاليا كنعيشوا بحالنا بحال الناس. مره ما تيكونش عندنا نهائيا، ومره كيكون عندنا، ومره كنكونوا نورمال، ومره لحد الان قلت لكم انا نهار اللي فكرت ندير هذه القناه، والله القسم الا فكرت باش ندير هذه القناه باش نتعاون مع راسي، وخصوصا من حملت ولدت وليد دابا باقي صغير، ما كرهتش انا بحال اي ام نجلس في الدار وما نخدمش ونريح مع وليداتي ونقابلهم ونشقى عليهم ونطيب لهم، وما يخصني حتى شي حاجه، ماشي حتى شي حاجه يعني نهائيا، يعني نكون غير عاديه بحال الناس. ولكن كتضطري باش تخدمي وكتضطري باش تعاوني، وما يمكنش هادشي اللي كاين. موح عليكم، يلا خليكم معايا. راني وصلت دابا الحبوبات ديالي، انا دابا جيت للخدمه. هانتوما خوتي درت الكريب باش لشكاكتي. هانتوما المهم الصالون ما وريتش لكم، ها هو الصالون. صافي حبوبات ديالي، انا دابا جيت للخدمه. هانتوما خوتي درت الكريب باش لشكاكتي. هانتوما المهم الصالون ما وريتش لكم، ها هو الصالون. وصافي هنايا وصلت، وكما كتشوفوا المهم هذه بلاصه الصالون ماشي بلاصه الاستيتيك. المهم هذه هي اللبسه البنات. انا اليوم رشقات لي وانا نشد شعري وانا ندير لي البوكلاج، درت لي واحد الكريم باش يتبوكلا ويتكريبا. وصراحه درت لي البوكلاج، انا اصلا شعري كيتبوكلا ليا، ولكن دابا درت لي واحد الكريم ديال البوكلاج خاصه تتبوكلي الشعر. وشوفوا كي جاتني. المهم هادشي اللي كاين. صراحه المهم جاني اللوك جديد عاوتاني، حيت شحال هادي ما بوكليتو بحال هكا. وهذه هي اللبسه اللي لباس، صراحه ما خرجتش بها بحال هكا، كنت راميه عليا غير دابا في الصالون. هانتوما حبوبات ديالي موح عليكم كاملين. صراحه المهم خليكم معايا. المهم البنات صراحه هنا راه قلت لكم اجوا معايا، هنا راه كنت نهضر معكم قلت لكم اجوا معايا نشارك معكم دابا واحد الروتين هنا خفيف. شوفوا فوق من لافطيط هذيك الجيليه اللي كنت راميه عليها حطها فوق من لافطيط. هنا راه صافي حتى التليفون اون فوا حطيته كنت غاديه هنايا صافي باش نشارك معكم واحد الروتين. هنايا بغيت نقاد سميتو شي حوايج بحال هكا في المحل، ولكن البنات وكنت غادي نسالي وغادي نبارطاج، طاح لي هنا التليفون صافي. هذيك اللي انا جات البنات قلت لها انا بالاذن ديالها سولتها قلت لها واش ماشي مشكل تباني معايا فلاشين، قالت لي وي اوكي. صحيت انا اصلا ما نقدرش ندخل معايا شي واحد كاع يتلاقى في القناه ديالي الا ما سولتش. صافي هنا البنات قلت لها سميتو. المهم اول حاجه غنصايب لها بعدا كاين الرجيلات يا اختي غنردهم لها زاز كتسلم عليكم. هنا قالت لكم هالو
صافي حبوبات تاعي هنا انقلها رجيلاتها. صراحه كنبغي نخلي لكم اصلا الكاميرا باقي خدامه، ولكن دخلوا واحد جوج كليانات بقاو مجمعين. الصالون هنا اصلا ما كيجوش لي كاع اصلا المغاربه نادرا، حيت الثمن ماشي مناسب بالنسبه للمغاربه. داكشي علاش ما كيجوش لي بزاف المغاربه. نادرا الا جات شي وحده شي سفريانه ولا شي وحده المهم بحال هكا هادشي كيجي، حيت هنا البري شويه طالع شويه على حساب، حيت هنا راه لا فينينا راه منه الناس اللي كاين في اكادير ولا الناس اللي كيجيو لاكادير هنا راه عند لوطيلات لتحت، عند لاكوط وعند البحر وعند صافي حبوبات تاعي. هذا هو الروتين ديالي. نوح عليكم كاملين، شكرا على الناس اللي كملوا لي فيديوهات توصلوا لهنايا. يبغوني كنقول لكم كما كتكتبوا لي كومونتير ما تنساوش واحد لايك 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 لختكم نعمان والناس اللي تيحبوني، الميمات والعمات والخالات وكل ما كيشاهد الفيديو. نوح عليكم، يلا بسلامه عليكم. روتين